لازم تجربوها ولازم تقولوا لي رأيكم بعد ما تجربوها. هستنى رأيكم في التعليقات وهستنى منكم لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناة لو عجبتكم وصفتي لكيكة الملكة. مساء الحلويات عليكم. عاوزاكم بقى تنسوا لي اي كيك ممكن تكونوا جربتوه قبل كده، وتركزوا معايا في وصفة الكيك دي. حاجة كده شبيهة بالجاتو او الكيك الجاهز، مكوناتها سهلة جدا وموجودة في اي بيت. كيك طري مسقي وعليه صوص خطير. كمان هنعمل صوص ليها بطعم شوكولاتة ميلكا، كلنا عارفين الشوكولاتة دي وبنحبها جدا. مجرد ما هتدوقوا الصوص ده مع الكيكة دي هتحسوا اظنكم كلتوا شوكولاتة ميلكا. عشان كده انا حبيت اسمي الوصفة دي كيكة ميلكا. حتى الصوص اللي احنا عاملين عليه ما بين الطعم الميلكي الحليب وطعم جناش الشوكولاتة، ميكس خطير ما بين الفانيليا والشوكولاتة. لا يمكن حد يدوق الوصفة دي والكيكة دي وينسى طعمها. تعالوا يلا بينا نعمل كيكة ميلكا مع بعض ونشوف طريقتها ازاي. مكونات الكيكة دي سهلة خالص. هحتاج بيضتين وكوباية ونص دقيق وكوباية سكر ومعلقتين زبدة سايحة على معلقتين زيت ورشة فانيليا ونص كاسة حليب ونص معلقة بيكنج باودر. اول حاجة هخلط السوائل كلها وهضربهم بمضرب كهربائي او على ايدي بالسباتولا. انا هنا حبيت اشغل العجان والمضرب، وبعد كده هوقف ضرب وهستخدم السباتولا في ان انا الم الكيكه بتاعتي. هنزل بالدقيق ورشه ملح ونص معلقه البيكنج باودر، وابتدي اعجن بالسباتولا بتاعتي والم عجينه الكيك. زي ما انتم شايفين بدا الدقيق يختفي خالص وعجينه الكيكه بقت جاهزه عندي وملساء. هتحسوا شويه ان القوام بتاعها خفيف، هو ده القوام اللي احنا محتاجينه في الكيكه دي. ولو الدقيق اللي انت استخدمتيه ربط شويه العجينه معاكي تقدري تخففي عن المقدار اللبن بمعلقتين لبن زياده. اهم حاجه يكون القوام بتاع الكيكه خفيف زي ما انتم شايفين في الفيديو كده. صينيه بقى وهبتدي ادهنها. انا حبيت اعملها في صينيه بايركس، تقدروا تعملوها في اي صينيه بس الدهان يكون زبده. ونزلت بالكيك بتاعي في القالب وهحاول ان انا اوزع الخليط كله في القالب بتاعي، وبعد كده هدي الصينيه بتاعتي خبطتين كده عشان اتاكد ان كله بقى في سوا واحد. فرن سخن مسبق بربع ساعه مثلا او 10 دقايق 180 درجه، وهنسيبها نص ساعه. تعالوا بقى نعمل صوص الكيكه دي الملكي الخطير. اول حاجه استخدمتها كوبايه من لبن البودره، واللبن البودره هنا هيديني قوام للصوص وكمان هيديني طعم الحليب الحلو. هحتاج كمان علبه من ويبنج كريم ومعلقتين كبار من الحليب المحلى المكثف، ومش هضيف سكر، هكتفي بالسكر اللي موجود في الحليب المحلى المكثف. المكونات دي كلها هضيف عليها نص كاسه لبن صغيره، وهبتدي اخفقهم كويس قوي بالمضرب الكهربائي. مهم جدا الخطوه دي ان احنا نضربها كويس جدا ونفضل نضرب لحد ما يدينا القوام الكريمي التقيل شويه. في الفيديو هتشوفوا مع الوقت ومع الخفق ان بدات الكريمه تتقل معايا. ده بالظبط القوام اللي انا محتاجاه للصوص. الخفق ده خد بالظبط وقت مني 5 دقايق لحد ما بقى كريمي زي ما انتم شايفين. الميكس التاني معانا في الكيكه دي في الصوص هو الشوكولاته، وانا هنا محتاجه اعمل جناش شوكولاته يكون قوامه خفيف مش تقيل قوي. فهحتاج بار شوكولاته هكسره في بوله، وبعد كده هضيف عليه معلقه من كريمه الخفق وربع كوبايه لبن ومكعب زبده كبير. هعمل لهم حمام ميه سخن او هدخلهم الميكرويف. انا بصراحه دخلتهم الميكرويف لمده دقيقتين زي ما انتم شايفين. خرجت الاول بالشكل ده لحد ما فضلت اقلب بالمضرب، ومع التقليب المستمر زي ما انتم شايفين الشوكولاته كلها ساحت وتاكدت ان ما فيش فيها اي تكتلات. مش قادره اوصف لكم وانا بقلب، كان الصوص الجناش الشوكولاته ده مغري بشكل. القوام بتاعه حلو قوي وفيه لمعه حلوه قوي. هتاكد ان الكيكه بتاعتي استوت، فتحت عليها والحمد لله كانت استوت وخدت اللون الجميل من كل النواحي. هسيبها تبرد خالص، وبعد كده باي ستيك عندي او سياخ الشيش طاووق هبتدي انغز الكيكه بتاعتي كده في كل مكان فيها، وبعد كده هسقيها بربع كوبايه لبن دافيه. الخطوه دي هتخلي الكيكه بتاعتي طريه من جوه جدا. وبعد كده هنزل بالصوص الكريمي الملكي اللي احنا عاملينه. هوزع الصوص بتاعي كويس جدا على القالب، وبعد كده هنزل بجناش الشوكولاته. انا حبيت ان انا ازينها معاكم بشكل كده بسيط ومبسط. انزل بمعلقه من جناش الشوكولاته اللي احنا عاملينه كده بخطوط رفيعه بالعرض في القالب، وبعد كده بالستيك هبتدي بالعرض اخد خطوط. هيديني شكل للتزيين بسيط وشكله جميل جدا. كمان مش بس للتزيين، انا جمعت ما بين صوص الكريمه وصوص الشوكولاته مع بعض من غير ما احطهم فوق. مش قادره اوصف لكم شكلها مبهر قد ايه، وكمان طعمها حلو جدا. انا مستخدمت الشوكولاته ميلكا في الكيكه دي خالص، لكن حقيقي طعمها اول ما تاخدوا منها معلقه مع الصوص الدايب ده هتحسوا بطعم قطعة الشوكولاتة الميلكا اللي هي ميكس ما بين الشوكولاتة والحليب. ولأي استفسار تقدروا تبعتولي في الكومنت، هسيب لكم الوصف والمقادير الكاملة
بالظبط في وصف الفيديو الديسكريبشن. فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي، وما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة. وحابة رأيكم، لكل اللي هيجرب الوصفة دي لازم يسيب لي تعليقه. كنت معاكم هبة أحمد من قناة ايتنج شو بالعربي، وصفات جديدة سهلة وسريعة أوعدكم بالمزيد، وإن شاء الله أقابلكم في وصفة جديدة. نسيت أقول لكم في نص الفيديو، الوصفة دي كل ما هتسيبوها في التلاجة الصوص بتاع الكريمة هيمسك عليها وهيبقى أفضل. حبيت أضيف الفيديو ده بعد ما سبتها وبردت، صوص الكريمة مسك عليها كمان وبقى أحلى بكتير. كيكة ميلكا مش هتبطلوا تكرروها من حلاوتها.